يا ربي، علمني ألا أضيق ولا أحزن عندما أريد أمرا ولم ترد له أن يتحقق. يا ربي، علمني ألا أتعب نفسي حينها. علمني بأنني أستحق الأفضل، لهذا أنت لم تكتبه لي. يا ربي، علمني أن أسعد باختيارك. علمني أن أصبر وأنتظر عوضك الجميل. يا ربي، علمني أن الألم هو آخر ليل الانتظار، ولا بد أن ينتهي ليشرق صباح الفرح. يا ربي، علمني أن أحيا بروح منك تحبك، تثق بأنك ترحمها ولن تخذلها. يا رب، علمني أن أمضي في طريق الحياة ولا أخشى العثرات ولا جراح قسوة تلك العبارات. يا رب، علمني أن أخشاك وحدك وأبحث عن رضاك ولا أتعلق بأحد سواك. يا رب، علمني أنك معي وأني لن أحتاج لأحد من خلقك. يا رب، علمني وزدني. يا رب، علمني وزدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. صباح الفل والورد والهنا والسعادة عليكم. ان شاء الله النهارده هشارك معاكم اخر ايام الاجازة، النهارده يعني اخر يوم ان شاء الله في الاجازة النهارده، وهنبدأ مدرسة باذن الله وهنرجع لدروسنا ومدارسنا. اتمنى ان هي كده تكون رجعت خير باذن الله يا رب علينا جميعا، وهنرجع على امتحانات، فربنا يكون معانا جميعا ويقوينا ويعيننا وينجح ولادنا ويبارك لنا فيهم ويحقق امانينا فيهم باذن الله ونشوفهم احسن من نتمناهم جميعا يا رب يا رب يا رب. يجعلها كده سنة جبر الخواطر، ربنا يكبر خواطرنا جميعا، يكبر خاطري وخاطركم باذن الله. ان شاء الله النهارده زي ما أنا قلت شفتوا معايا كده، شاركنا اليوم من الاول كان عندي غسيل نشرته زي ما شفتوا، وكنت جايبه القطعه دي يا بنات امبارح من السوق، هي دي الوحيده اللي جبتها بصراحه من الجو. انا كنت نازله كده اغير جو واتمشى، وبصراحه كان حلو جدا عجبني السوق. يعني مش زي كل مره، كان في حاجات كتير، فكنت محتاجه اقطع خشب، وكنت بقول بقى اما اروح ايكيا هجيب واحده زي اللي وريتها لكم في اول الفيديو دي، بس ما روحتش بصراحه، فقلت اجيبها حلوه وكان سعرها مناسب يعني. فكنت لما جبت بتاعة اكيا كان معاها كتيب صور كده بنات ان ازاي تستعمليها، فكان مكتوب انك تستعمليها تدهنيها بالزيت لمدة 3 ايام وتسيبها تنشف. فانا عملت دي كمان كده بصراحة بنفس الطريقة، قلت ادهنها على ما ان الخشب مختلف طبعا، بس عشان انت بتدهنيها من الزيت عشان ما تشققش معاكي وعشان كمان ما تعفنش. لما تدهنيها بالزيت وتسيبها تنشف معاكي كده دي بتغلفيها كده، واما تغسليها حطها في الشمس تنشف او نشفيها الاول قبل ما تعينيها في مكانها، يعني عشان الخشب ما يعفنش منك ويعمل روايح ويشقق وتبوظ منك يعني. وبعد كده دخلت على الصاله، قلت بقى اديت تظبيطه للصاله كده على ما اولادي يصحوا من النوم. وبصراحه كنت جايبه لهم بقى شوكولاتات في العيد فخلصت، فقلت بقى ترجعي ريما لعادتها القديمه ونرجع نحط التمر والمكسرات بتاعتنا وحشتنا. انا بصراحه بحب المكسرات اللي هي بتكون نيه مش محمصه ومش مملحه، فجبتها وقلت بقى احط بقى تمر، كنت جايبه تمر من السوق، فقلت بقى نحط التمر كده نشرب جنب القهوة جنب الشاي. ونضفت بقى الترابيزة بتاعتي وحشت الحاجات اللي كانت عليها، وشديت كمان الركنة بتاعتي كده، وقلت اظبط الدنيا عما الولاد يصحوا من النوم عشان نعمل فطار ونفطر مع بعض بإذن الله. بما ان بقى ايه اخر يوم النهارده في الاجازة بقى، وكل واحد بقى يشوف اللي وراه ان شاء الله. اتمنى منكم يا بنات تعملوا بلايك للفيديو فضلا وليس امرا، ولو انت لسه جديده بتشوف القناه لاول مره اهلا وسهلا بك طبعا، تشرفيني وتنوريني وتسعديني وتكبري بخاطري. اضغط على الزر اللي تحت الفيديو، اضغط اشتراك وفعلي كلمه الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. واللي يشوف الفيديو بتاعي يا بنات ما يبخلش عليا منكم فضلا وليس امرا باللايك، وقولي لي رايك في الفيديو بكومنت. بس كده، سهله جدا والله وبسيطه، على راي اللي كان بيقول اللايك ما بيكهربش، والله والله ما بيكهرب، ده بيسعد الناس والله وبيبسطها كده يعني. لو عجبك الفيديو بتاعي حط لي لايك. بس كده، تعالوا بقى ندخل نعمل الفطار بتاعنا. هعمل لهم النهارده بطاطس مكموره، بما ان احنا قاعدين في الاجازه، فكل يوم في الاجازه عند الولاد بيحبوا الفطار المصري في الاجازات، يعني طول ما هم قاعدين اجازه مش عايزين بقى سندوتشات والحاجات دي كلها بتاعه المدرسه. وانا بحب كمان بصراحه الفطار كده ان احنا نفطر ونتجمع مع بعض. فدخلت النهارده قلت اعمل لهم بطاطس مكموره. بعملها ازاي؟ بجيب كده الطاسه بتاعتي، بحط شويه زيت او سمنه او زبده زي ما بتحبي، وبشوح فيها البطاطس، وبعد كده بتبلها بملح وفلفل، وبهدي النار وبغطي عليها وبسيبها لحد ما تستوي معايا. وبنتي كمان اجت قالت انا عايزه اعمل تونه،
هي اللي بتحب بصراحة تعمل التونة، التونة بتاعتها حلوة أوي بصراحة، وهي بتعمل الفطار كله، بس إحنا قُلنا النهارده نقف مع بعض كده، قعدنا نهزر، وبصراحة كنت سايبة الصوت بتاع الفيديو، بس لقيت إيه دوشة كده بقى في الفيديو، فقُلت لأ بلاش، اضطريت إن أنا أكتم الصوت وأسجل على الفيديو يعني. هنا بقى شايفين باسيب حبة كده إن أنا أدّيها إيه تحميرة كده البطاطس إن هي تتحمر معايا، وبعد كده باهدّي النار، باتبّلها الأول بملح وفلفل، ممكن تحطي كزبرة ناشفة، ممكن تحطي شوية شطة، كمون، زي ما تحبي يعني، بس أنا حطيت بصراحة ملح وفلفل بس. وهديت عليها النار وغطيت وسبتها لحد ما اتكمرت معايا كده واستوت في عرقها، هي اسمها مكموره لانك بتكمريها تستوي في عرقها. هنا بقى كنت بعبي بقى الملاحه بتاعتي دي ملح، انا بستحمل ملح ناعم وملح خشن يعني الاتنين عندي موجودين في البيت. قلت بقى هنا وانا واقفه بالمره احاول بقى اشطب الحوض، وهي بنتي هنا كانت محمره بصله، وبعد كده حطيت مع هي بتحمر بصل الاول للتونه، وبعد كده بتنزل بالطماطم والفلفل وتسيبهم يتسبكوا مع بعض، وبعد كده بتنزل بعلبه التونه. هنا شايفين كل ما البطاطس اقلبها تقليبه احاول اهرسها يعني، اضغط عليها بالمعلقه كده الخشب بتتهرس معايا بكل سهوله. هنا يا بنات ممكن تحطي معاها معلقه زبده لو عندك، او معلقه سمنه، وبتبقى طعمها حلو جدا، وتقدميها كده. بس ممكن كمان تسلقوا بيض تهرسيه معاها، بس انا هحط معاها طماطم، انا هقطع لها كده حبايه طماطم وهحطها معاها، الولاد بيحبوها مكموره بالطماطم. وممكن على فكره تعمليها كده وتحشي بيها الجلاش، او تحشي بيها كمان المعجنات، تعمليها معجنات بحشو البطاطس، او ممكن كمان تعمليها في اللومبيا، في ورق اللومبيا. انا عملتها لهم بصراحه وعجبت كل اللي اكلها ما شاء الله، كنت عاملاها لهم في العيد، في عزومه العيد كنت عاملاها بصراحه وعجبت كل اللي كانوا موجودين، اللي هي محشيه كنت عامله لهم لومبيا بالجبنه ولومبيا بالبطاطس، عجبتهم جدا بصراحه. هنا بنتي بتوريكم علبة التونة، وهعمل كمان بيض، هعمل كده كمان طبق بيض يعني. حطيت مع ضربت البيض 3 بيضات، وحطيت معاهم شوية من الكريمة، كان عندي كريمة طهي، فحطيت منها معلقتين كده، بيدي طعم حلو قوي كمان للبيض معانا. وحطيت معلقة من الزبدة وهعمله في الزبدة. بس كده وقفنا كده عملنا الفطار النهاردة بصراحة، وقضينا وقت حلو مع بعض. شايفين البيض لما نزلته من على النار كان ما شاء الله فانش، عامل زي العيش بالظبط. دي التونة بتاعتنا، هي بتبقى كده فيها قرن شطة، بتكون وهي جاية حمرا كده شوية، ما بيحبوش بصراحة اللي هي بتكون في المية، فبجيب لهم دي. ودي البطاطس المهروسة بتاعتنا، حطيت معاها معلقتين من السمنة، معلقة من الزبدة يا بنات، هتديها كده طعامة، بتطعم لك طعم البطاطس بتاعتك. وهنا بقى دخلت اعمل الغداء، ريحت شوية بصراحة بعد الفطار، كنت بقول بقى هقوم هشطب المطبخ وكده، فالصراحة حسيت ان انا تعبانة شوية، فريحت شوية بعد الفطار. وقمت بقى كنت مخلصة شغل كمان كتير قبل ما اعمل الفطار، فخلاص يعني قلت اريح بقى شويه وبعد كده اقوم اعمل غدا. فهنعمل غدا النهارده، انا كنت بصراحه مقرره ان انا هعمل كشري مصري، نفسي فيه من زمان ما عملناهوش. بس بنتي قالت لا، بما ان النهارده اخر يوم في الاجازه يا ماما عايزين الصينيه بتاعتك. انا بعمل لهم صينيه بطاطس بالفراخ مع كريمه بالجبنه في الفرن. بصراحه بما ان ولادي بيحبوا الفراخ وبيحبوا صدور الفراخ اكتر، وعندهم بيحبوا هم الحاجات اللي هي بالبشاميل بالكريمه بالحاجات دي زياده يعني، فبحاول بقى اتفنن لهم وابدل حاجات كتير. انا فكرة الفراخ بالكريمة دي أنا كنت عاملاها بصراحة، وكنت مفكرة بقى إن أنا اللي مخترعة الوصفة، يعني كان في دماغي كده يا سلام أنا اللي عاملة بقى أول واحدة تعمل الحاجات دي. ما كنتش أعرف بصراحة إن هي معمولة ومشهورة كتير على النت، أنا كنت بعملها أصلا قبل ما أدخل على اليوتيوب. فتلاقيتها ما شاء الله ناس كتير بتعملها يعني. فأنا بعملها بالبطاطس طبعا طلعت الفراخ، فانا ما كنتش عامله حسابي من بالليل، فالفراخ كانت جامده شويه، بس عادي بتنزلي بالطاسه كده وبتسيبيها تقلبيها لحد ما تفك معاكي، وبتقعدي تقلبي فيها كده. انا كنت عامله الفراخ يبقى انا جايباها مقطعاها مكعبات، هي معاها بصل وفلفل الوان، وبتبلهم بملح وفلفل وكزبره ناشفه، وحطي كل التوابل اللي عندك، وبصل بودر وتوم بودر، وبحط معاهم كمان صلصه فلفل او دبس فلفل يعني على قد الكميه اللي انت عاملاها، لان انا كنت عامله فراخ الشهر، وبكيسها كده فوق اكياس بتكون معايا جاهزه. انا طلعت هنا شوحتها كويس جدا، وبعد كده حطيتها معاها كريمه الطبخ، وهدي النار عليها واسيبها لحد ما تستوي، ممكن واقدمها جنبها رز، بس هم حابينها في الفرن. فسلقت البطاطس بتاعتي نص سلقه، وحطيت الكريمه بعد ما غلت كده الفراخ مع الكريمه، حطيتها كده في الصينيه، وهرش رشه من جبنه موزاريلا من فوق، وهدخلها الفرن معايا. ممكن انت كمان تحطها بالكريمه تغلي، وبعد كده تسلقي مكرونه وتسقطها مع المكرونه، او ممكن تقدمي جنبها رز ابيض وما تدخلهاش الفرن. ممكن تستغنى عن البطاطس خالص وتعمليها فراخ بالبصل بالفلفل، وتحطي معاها كريمه الطبخ وتسيبيها على النار تغلي شويه لحد ما يعني تغلي معاكي شويه، وبعد كده تقدميها جنب الرز، او تحطي معاها مكرونه، او تشوحي الفراخ بالبصل بالفلفل،
وبعد كده تغسلي الرز من غير كريمة بقى، مع شوية زيت زيتون كده، وتنزلي بالرز بتاعِك، وتبقى فراخ مع الرز كده، بتكون طعمها حلو جدًا. ممكن تدخّليها الفرن، تعمليها شرايح مش مكعبات، وتعملي معاها برضه شرايح من البطاطس والبصل والفلفل زي ما تحبي، وتدخّليها الفرن. أنا صراحة ساعات باعمل كده، كل الحاجات دي أنا باعملها. بس أكترية أكلات باعملها بصراحة هي اللي بتكون مكعبات، باكون مجهزاها. ممكن تعمليها زي شيش طاووق، تحطها في أسياخ وتشويها، لأن هي جاهزة عندك، بتكون مكعبات، والبصل والفلفل كمان مكعبات، ممكن تحطها في أسياخ، ممكن تعمليها سندوتشات. فبصراحة الطريقة دي حلوة جدا، وممكن تشكلي وتنوعي من الأكلات اللي انت هتعمليها. فصدور الفراخ بالطريقة دي بصراحة طول ما هي في الفريزر وانت مطمنة، بتطلعيها تشوحيها، تسقطي معاها رز، تعمليها في الرز، تعمليها مع مكرونة، تعمليها صينية كده. كل أكلاتها سهلة، وبالذات وانت عاملاها بقى مفرزاها ومجهزاها عندك في الفريزر، بتكون يعني مفيش أسهل من كده بصراحة. هنا هاعمل جنبها رز أبيض بسمتي. أنا باعمل البسمتي يا بنات، أنا مش بانقعه بصراحة، أنا باحط المادة الدهنية، شوية من الزبدة وشوية من الزيت يسخنوا معايا، أشوح فيها الرز، وبانزل بمَيّة سخنة مغلية، بعد ما أضبط الملح بتاعه يغلي مش يتشرب، تغلي المَيّة مع الرز، باهدّي عليه وباسيبه على شُعلة بقى هادية شوية، بتغلي والحباية بتمِد معاكِ وبتبقى جميلة، ولا بيعجن ولا بيجرى له أي حاجة. هي دي طريقتي في الرز المعتمدة دايمًا، وبالذات الرز العادي أو الرز البسمتي بصراحة. تعالوا بقى نعمل لهم حلو النهارده، بما انهم عايزين حاجه حلوه. يعني بقى لهم كام يوم كده بصراحه، انا بعد العشاء اقول لهم خلاص هعمل لكم، فباجي اتعب كده بعد العشاء، ما بقدرش بصراحه، مش عارفه يعني هو ايه الكسل والتعب اللي هل علينا مع الاجازه دي. فالنهارده قلت لا بقى، بما اني النهارده كده كده انا مشغله الفرن عندي سخن، فاتشجعت بصراحه، دخلت بقى عملت لهم كيكه التمر. حطيت هنا في الخلاط بيضتين، معاهم باكت من الفانيليا، نص كوبايه من السكر، بما ان التمر بتاعنا مسكر، مش محتاج نص كوبايه، حلو قوي. ولو انتوا مش بتحبوها مسكره قللوا سكر كمان. وحطيت كمان كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه لبن، وباكت من البيكنج باودر، وكوبايه ونص من الدقيق، وحوالي كوبايه من التمر مع زبيب، انا كنت حاطه معاها زبيب كمان. وانا ضربت كل المكونات بتاعتي في الخلاط، مفيش اسهل من كده اهو. وكنت نخله الدقيق مع البيكنج باودر مع في الطبق لوحده. وبعد كده قلبت الاول البلح التمر يعني بتاعنا اللي احنا مقطعينه طبعا. وانا بقى النهارده علب التمر اللي انا كنت جايباها من السوق وانا بفضيها كان فيها تمر طري، فسبته على جنب لوحده. ده عملت منه الكيكه. تمام. بس كده. وهنقلب بقى كويس جدا الخليط بتاعنا، نتاكد ان مفيش فيه اي تكتلات ولا اي دقيق. وبعد كده دهنت الصينيه بتاعتي بمعلقه من السمنه، وهدخلها الفرن سخن. طبعا الفرن كده كده معايا سخن، انا عاملاها على درجه حراره 160. الفرن بتاعي يا بنات بخبز الكيكه على 160، بتطلع معايا حلو جدا، على حسب درجه حراره الفرن بتاعك. ممكن تخبزها على 180، ممكن على 200، على حسب الفرن بتاعك. بحاول كده يعني اهزها كده شويه، واحاول اطلع منها كل الفقاعات عشان تكون الكيكه عندي ناعمه ومفيش فيها فراغات كتير. بس ودي شكل الصينيه بتاعتنا يا بنات، بجد ريحتها تحفه. الولاد كانوا مستنيين بره على فكره، انا كنت قافله الباب هما مستنيين بره، عمالين واقفين عندي ده رايح وده جاي من الريحه، مش قادرين. قلت لهم استنوا بقى اما اصور، والله انا مش مطلعه لكم الصينيه الا مصورها. بجد جربيها، هتعجبك جدا وهتعجب ولادك، الناس اللي بتحب كمان الصوص الابيض، يعني الناس اللي بتحب الكريمه، بتحب البشاميل، الحاجات دي. انا قلت بقى اغرف بقى كده واوريكم الصينيه بتاعتنا. وكمان لو انت حابه تحط تسيبي فيها الصوص زياده، بس انا سبتها في الفرن، هديت الفرن على ما اعمل الكيكه، فهي فضل فيها شويه صوص صغيرين، لان البطاطس اتشربت كمان الصوص. بس وخدت معايا، انا ما شغلتش عليها الا من تحت بس، وهي الجبنه ساحت وخدت اللون الاحمر الحلو ده. وعند الولاد بيحبوا كمان البطاطس اكتر، لان البطاطس بتكون اطعم من الفراخ، بتكون واخده وشاربه من الصوص واخده من طعم الفراخ، فبتكون خطيره يا بنات. تعملي بقى جنبها سلطه خضراء لو تحبي. بصراحه انا بقدم جنبها خيار مع المخلل او مع اي مخلل عندي. هنا الكيكه بتاعتنا بعد ما قعدت حوالي نص ساعه في الفرن، شايفين طلعت كده فاصله اصلا، سايبه الصينيه بتاعتي وطالعه بتقولك شيليني واقلبيني، بس انا بصراحه ما قلبتهاش، انا سبتها في الصينيه. جميله يا بنات، كل اللي يدخل يقول لي انت عامله ايه النهارده في الفرن، كل اللي يدخل انت عامله ايه في الفرن. الريحه طلعت في الفرن. ف يا دوب بس طلعتها من الفرن استهدت. على فكره انا كنت لسه قايمين من على الغدا خلاص، كله بقى عايز قطعه من الكيكه بتاعتنا، فقطعتها لهم كده زي ما انتم شايفين. طبعا انت ممكن تقلبيها، يكون التمر تحت، وتحطي بقى عليها صوص كراميل او اي حاجه انت بتحبيها. بس هي بصراحه كان سكرها حلو، مش محتاجه اي صوصات ولا اي حاجه، انا قدمتها كده من غير اي حاجه، بهشه ازاي يا بنات، وطريه، بصراحه طريه. والطعم التمر فيها تحفه. لو انت عندك عين الجمل كمان ضيفي كمان كوبايه من عين الجمل، بس انا ما عنديش بصراحه فما ضفتش. عملتها كده بس بالتمر والزبيب، بجد يا بنات ريحتها تحفه، كانت قلب البيت. اتمنى الفيديو بتاعنا ينال اعجابكم، ما تنسوناش من لايك وشير